السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. عايزه اقول لكم اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشجعوني بلايكاتكم الحلوه الجميله. النهارده بقى هعمل معاكم طريقه عمل الكوكس. آه، الكوكس طبعا المكونات بتاعتي مكونه من ايه؟ معايا كوبايه سكر بودره، سكر مطحون، ومعايا بيضه، ومعايا شوكولاته شوكولاته، ومعايا كيس فانيليا، ومعايا مع ربع معلقه البيكنج عندك بيكنج باودر حطي، عندك اللي هو الكرنباط دوت حطيه، وذره ملح حاجه بسيطه خالص، ومعايا كوب الا ربع سمنه. عندك سمنه بلدي حطي، عندك اي انواع من انواع السمنه، او عندك زيت حطي، بس انا بفضل ان انا احط السمنه. ومعايا اللي هو كوبايتين الدقيق الفين. طبعا الكوبايتين الدقيق دول لازم تكوني نخلاهم الاول. دي المكونات بتاعتي. المكونات دي سهله وبسيطه جدا جدا. كل المكونات دي يعتبر موجوده عندنا في البيت، ما عدا بس الشوكولاته هتجيبيه من عند موجود عند اي عطار. طبعا هعمل معاكم الطريقه ديت كده بقى يا اصحابي. هنبدا الطريقه معاكم. انا جبت بوله زي ما انت شايفاني كده، وهحط فيها هحط فيها السكر المطحون. كوب من السكر، ادي معايا كوب السكر اهو. ده سكر مطحون. ادي كده معايا الكوب السكر. هضيف معايا بقى هضيف اللي هي البيضه بحراره الغرفه. البيضه ديت بحراره المطبخ. واجيب افضي كمان واجيب معايا اللي هو الكيس الفانيليا، وافضل اللي يكون الفانيليا يكون حبيبات ما يكونش سائله. وهمسك كده الخليط هقلبه كله في بعض لما ادوب البيضه خالص، ادوبها في السكر، وتقلبي بس بسيطول معلقه دي. اه، تفضلي تقلبي زي ما انت شايفه كده. كده انا قلبتهم اهو في بعض. هتضيفي معايا كوب السمنه، وافضل يكون السمنه تكون سائله ما يكونش جامد. لو احنا في الصيف هتبقى سايله معاكي، لو احنا في الشتاء هيكون متجمده معاكي. بس افضل ان انت ان انت تفكها شويه على النار، وهمسكهم اقلبهم كلهم في بعض كده اهو. تفضلي تقلبي كده اهو. ادي كده مسكت السمنه مع البيضه مع كيس الفانيليا مع السكر، خلطتهم ببعض زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده اهو. ما شاء الله. هجيب بقى معايا طبعا بقى ذرة الملح الكرنباط، وامسكهم كده. لو مفيش عندك النقطة برضو هتحط حاجة بسيطة من اللي هي البيكنج باودر اه. وهقلب بقى كله ببعض كده. وبعد كده هنزل عليه بالدقيق. الدقيق طبعا تكون انت نخلاه، لازم يكون منخول، ويكون يفضل اللي هو الدقيق الفينو اللي هو الزيرو زي ما احنا بنقول. وهمسكهم اقلبهم كلهم في بعض كده.
اهو. تقلبي خالص لما كله ايه يدوب مع بعض، يبقى ايه، يبقى متماسك، ولا يكون سائل سايبه قوي، ولا يكون ايه متماسكه قوي. كده بقى يا اصحابي اهيت بعد ايه خلاص عجنتها وكلتها لمت معايا بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده اهو. عايزه بقى ان انت تعمليها بالشوكولاته، نص بالشوكولاته ونص ساده عادي، عايزه تعمليها كلها زي ما انت تحبي بقى، بس انا اعمل لها ايه، اعملها كلها ايه ساده واعملها بالشوكولاته بس. وهبدا بقى ان انا اخد كده قطعه واقوم رايحه ايه مكوراها مكوراها كده واقوم عاملاها كده بس. هعملها معاكم اهوت في الصينيه كده بقى. طبعا انا جبت الصينيه اهوت زي ما انتوا شايفينها كده، طبعا الصينيه مش هندهنها اي حاجه طبعا، وجبتها كورتها كده اهوت زي ما انتوا شايفين، وهبدا ان انا ارص فيها ايه الشوكولاته كده اهو، زي ما انتوا شايفاه بالشكل دوت كده اه. وهبدا ان انا ارصها كده وعمايلها سهله وبسيطه جدا جدا ومش مكلفه. عايزه اقولك اللي هي مش مكلفه خالص اهي. يعني اللي هتجيبيه من بره ايه، هتجيبها اللي هي ايه الشوكولاته بس، هي دي اللي انت هتجيبها ايه من بره اهي. بس لازم توسعي بين التانية والتانية عشان كده كده ايه ان هي ايه هتفرش اهي. كده بقى يا اصحابي زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت كده اهي. ادي ايه، ادي الشكل بتاعي النهائي اهو، زي ما انتوا شايفين كل واحده قد التانية يعني. إيه وسايبه فرق بين دي وديت عشان ايه لو فرشت في الصينيه تبقى ايه عاطيه براح ليها. وادي معايا ايه، واتبقى معايا برضو شويه كده، وكان عندي شويه شوكولاته بتاع كاكاو خام، قمت انا عامله بقى الايه القطعتين دول زي ما انت شايفه كده. ادي الشكل بتاعي، هدخلها بقى في فرن واوريكم الشكل النهائي. كده بقى يا اصحابي دي الشكل النهائي بتاعي، ايه رايكم؟ عايزه اقول لكم بقى اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشجعيني بلايكاتك الحلوه الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايكات يا شباب.